بورما مدينة العلم والجمال، مدينة الأمل والثقافة والحضارة والسلام. هي عاصمة إقليم أوضل في أرض الصومال، قريبا من حدود جيبوتي وإثيوبيا في أقصى الشمال الغربي في الصومال. عدد سكانها أكثر من 200 ألف شخص. بورما مدينة جبلية مليئة بالتلال، ومناخها خصب فتحيط بها الأشجار والمروج الخضراء والمراعي والحقول، وتلقب بالمدينة الحدائق. تجذب العديد من الحيوانات من الغزلان والأحصنة وأنواع الطيور، وتبلغ أقصى درجة حرارة سجلت في بورما 35 درجة مئوية. فيها عدد فنادق أحدثها ريس أوتيل وسوهوتيل، كما أنها كانت المقر القديمة لأكثر الهيئات الغربية قبل أن يتم تحويلهم إلى هرجيزة. وتملك بورما 3 شركات للكهرباء وعدد شركات للماء والاتصالات. وتوجد في المدينة عدد مستشفيات، منها المستشفى الحكومي. التعليم، تحتل مركزا مهما في التعليم، فبها جامعة عمود التي تعتبر أول جامعة أسست بعد حرب الأهلية، وجامعة إيلو، وجامعة أدل، وجامعة هون الإثيوبية. وهي أيضا موطن لأول مدرسة لإضعاف السمع في الصومال، في مدرسة بورما لإضعاف السمع. تدرب وتقدم خدمات تعليمية للأطفال الصم الذي يتم درسها إلى مرحلة ثانوية. السياحة، تمتاز المدينة بطبيعة ساحرة ومناظرة جبلية جميلة، والطيور وحيوانات برية في أريفها، وخدمات عالية في فنادق المدينة. من أكثر المواصلات المستخدمة في بورما هي البجاج المعروفة لدى الصوماليين والسيارات الخاصة. وتعد مدينة بورما أول مدن أرض الصومال تأتي لهم هذه الآلة، ويعود بسبب تقدمهم في مجيئها لقربها من دولة إثيوبيا التي تأتي منها. مدار بورما الدولي هو الوحيد في إقليم أوضل. خالد حسن عمر، خالد رجو، أوضل، مدينة بورما.